تصريح خطير من مدرب بتروجيت سيد عيد يفاجئ النادي الأهلي بعد انتهاء مباراة الأهلي مع بتروجيت، ويصفع صحفي زملكاوي يتطاول على النادي الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد انتهاء المباراة المثيرة بين الأهلي وبتروجيت، في المباراة التي تأخر فيها النادي الأهلي خلال الشوط الأول وقدم أداء سيء للغاية، ولكن انقلب الحال في الشوط الثاني بعد أن أحرز جلاديشار هدف التعادل. فقد دخل على الخط سيد عيد مدرب بتروجيت وأدلى بتصريحات مباشرة بعد هذه المباراة وقال: أنا كنت أعلم أن دفاع النادي الأهلي ليس في أفضل حال، لذلك كنا نستغل أخطاء مدافع النادي الأهلي، وخاصة في هدف التقدم الذي أحرزناه، فهو خطأ مشترك بين مدافع النادي الأهلي مع الشناوي، ونحن كنا محظوظين للغاية خلال الشوط الأول أن الرباعي الأمامي للنادي الأهلي كانت كل تمريراته خاطئة، وهذا الذي سهل المهمة علينا خلال الشوط الأول. ولكن بعد نزول جلاديشار الوضع تغير تماما، والذي أحرز هدف التعادل. فأنا أعلم أن النادي الأهلي لا يؤتمن أبدا. وسأله صحفي زملكاوي وقال له: هناك مخالفة واضحة خلال تمريرة بن رمضان لجلاديشار، والتي أحرز منها هدف التعادل للنادي الأهلي، وهذا الهدف أخذ وقت طويل في الفار لكي يراجع هذا الهدف، ولكن في النهاية الحكم محمد بسيوني احتسب الهدف. فالحكام دائما يجاملون النادي الأهلي. فقاطعه مدرب بتروجيت سيد عيد وقال له: لا تكمل حديثك بهذه الطريقة، النادي الأهلي في غنى أن الحكام تجامله. وشاهدنا مباراة إفريقيا الأخيرة ماذا فعل الحكم بالنادي الأهلي، كان يريد إقصاؤه من دوري أبطال إفريقيا. وشاهدنا الموسم الماضي الأهلي انسحب خصيصا أمام الزمالك، وكان هيضيع الدوري بسبب هذا الانسحاب، بسبب أنه مصر على حكام أجانب، والزمالك هو اللي رفض وكان عايز حكام مصريين. احسبها انت بدماغك وشوف مين اللي عايز حكام مصريين عشان تجامله. النادي الأهلي واخد كل بطولاته بعرقه وبعرق لاعبيه، ومش محتاج للحكام. بس أنا أخشى على النادي الأهلي السنة دي في إفريقيا من الحكام، وعايز النادي الأهلي يضغط على لجنة الحكام في الكاف عشان ما يتكررش اللي حصل في ماتش إفريقيا اللي فات. فأنا بالرغم من مدرب بتروجيت ولكن محب للنادي الأهلي، وأنصح النادي الأهلي أن يبحث عن مهاجم قناص، لأن الأهلي يصنع العديد من الفرص، ولكن يحتاج إلى مهاجم لكي يترجم هذه الفرص إلى أهداف. وأنصح النادي الأهلي أن يرمم الخط الدفاعي لأنه به مشاكل، وهذه المشاكل ستظهر بشكل كبير في مباريات إفريقيا الكبرى. وأتمنى للنادي الأهلي كل التوفيق في إفريقيا. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.